هو الله يرحمه وانت جي معايا نشرح لك الفرق ما بين محرك مازوت ومحرك ايسونس. المحركات ديال المازوت والمحركات ديال ليسونس فيهم نفس لي بياس وعندهم نفس عمليه الاحتراق اللي كتكون من 4 ديال المراحل. المرحله الاولى مرحله سحب الهواء واللي كتسمى الانتيك. المرحله الثانيه مرحله خلط الهواء مع الوقود واللي كتسمى الكومبريشن. المرحله الثالثه مرحله الاشتعال او الاحتراق واللي كتسمى الاغنيشن. والمرحله الاخيره هي مرحله تصريف الدخان الناتج ولا الاكزوست. الاختلاف بيناتهم كيكون فقط في مرحله الاحتراق. المحرك ديال ليسونس كيكون فيه لي بوجي، فمن بعد ما البيستون كيهبط ويسحب لينا الهواء كيطلع باش يضغطو ويخلطو مع ليسونس اللي كيرش لينا الانجيكتور. هنا وفي هذه المرحله بالضبط البوجي كيدير شراره كبيره اللي كتوصل حتى ل 20000 فولت اللي كتخلي الخليط ديال الهواء وليسانس يحترق، وهذه العمليه كتسمى بسبارك اغنيشن ولا الاشتعال بالشراره. ولكن في المحرك ديال المازوت ما كاينش لي بوجي، ولكن كيفاش غادي يكون عندنا احتراق الا ما كانش عندنا شراره؟ قبل ما نشرح هذه المرحله خاصنا نفهموا واحد المبدا فيزيائي اللي هو درجه حراره الاشتعال الذاتي. فاش كتوصل اي ماده لدرجه حراره معينه كتشتعل بلا ما تتعرض للعافيه، ولكن باش يوصل الخليط ديال الهواء والمازوت لدرجه حراره الاشتعال الذاتي خصنا واحد الضغط اللي كبير بزاف، وهذا هو المبدا اللي كيخدم به المحرك ديال المازوت. البيستون كيطلع ويضغط لينا الخليط ديال الهواء والمازوت لدرجه كبيره اللي كتسخنو وتوصلوا لدرجه الاشتعال الذاتي، وهذه العمليه كتسمى بالاشتعال بالضغط ولا الكومبريشن اغنيشن. دابا ملي فهمنا الفرق بين الموتور مازوت وموتور ايسانس، السؤال هو شنو غادي يوقع الا درنا عن طريق الغلط مازوت في طوموبيله ايسانس ولا الا درنا ايسانس في طوموبيله مازوت؟ الجواب على هاد جوج اسئله غادي يكون في الريل الجاي، واللي ديجا عارف الجواب يخليه لينا في كومنتار.